محمد ميرسي سيف عبد الفتاح أن رئيسه يدرس المقترح القطري بإرسال قوات عربية إلى سوريا للتدخل العسكري، وأن حكومته تتشاور مع الدوحة وأنقرة بهذا الشأن لتحديد إطاره شرط عدم التسبب بتدخل أجنبي. سيف اسم كبير على سكين مطبخ، عندما يكون الفتاح حمد ويكون هو عبد الفتاح، لأن سكين مطبخ حمد ينفع لتقشير البصل ولا يقطع باللحم السوري. سيميرسي يهذي بالتأكيد وحرارته مرتفعة. مردود لك يا سيميرسي كلامك عن التدخل الأجنبي، فأصحابه يحجمون عنه خوفا لا كرما ولا إكراما لكم أيتام الأطلسي. إذن سيميرسي، سوريا لا تريد حرصك لمنع التدخل الأجنبي، فهي تتكفل به. يهمها استيضاحك عن التدخل المصري. سترسل جيشا إلى سوريا؟ صحيح ما قاله مستشارك سكين مطبخ حمد؟ إذن صحيح ما قرأناه أن حمد طلب منك إرسال 100,000 جندي إلى الأردن مقابل المليارين الوديعة، وأن المشير طنطاوي بعد اجتماعه بحمد أبلغكما الرفض لأن الجيش فقد القدرة على خوض الحروب فكانت الإقالة. صحيح سيميرسي؟ إن لم يكن صحيحا فلماذا لا تتنمر وترسل الجيش لفك الحصار عن غزة؟ فهناك أيضا نصرة للإخوان. لماذا لا يا سيميرسي لا تسأل نفسك وقد صرت رئيسا لمصر كيف ترضى الشهامة والرجولة ولا نقول الوطنية والقومية ونتحدث عن إلغاء كامب ديفيد؟ فنحن نعرف أنها قرارات تحتاج لعزيمة كعزيمة بطل تأميم القناة جمال عبد الناصر، وليس مؤامرات من حاولوا قتله. نسألك عن الشهامة والرجولة لأن غزة والقدس وقعتا تحت الاحتلال وهما عهدة أردنية ومصرية، فهل تقوم مصالحة بين عشيرتين وليس سلام بين دولتين دون استعادة أمانات الغير؟ فكيف إذا كانت الأمانة غزة والقدس؟ أسئلة عن النخوة ربما لا تشبه سكين مطبخ حمد، لكنها تشبه شعب مصر وجيشها اللذين تشارك معهما السوريون في كل إنجاز عربي إسلامي منذ فتح القدس واستردادها من يد الفرنجة إلى حرب تشرين المجيدة التي تناسيت الاحتفال بها مراعاة لخاطر حليفك نتنياهو. سيميرسي، سترسل جيشك والهدف هو احتلال الأردن بذريعة ما يجري في سوريا، وستقفون هناك وتنتهي المهمة لأنكم تعرفون إذا تجاوزتم ما هي التتمة. أوامر سعود وحمد باحتلال الأردن لحساب إسرائيل بذريعة سوريا ستورط بها جيش مصر، لأنهم انتبهوا أن درع جزيرتهم غير صالح للمهمة، وطلب الأردن 10 مليارات فضحكوا عليك بمليارين ووديعة. أتعلم أن كامب ديفيد تلزمك الحصول على موافقة مسبقة من إسرائيل قبل أي تحرك عسكري؟ فهل حصلت عليها أم هو أمر جاءك من نتنياهو لحفظ أمن إسرائيل من حدود الأردن؟ في كل حال طالما الأمر سيتم إن سمح لك شعب مصر وجيشها، وإن تركك شعب الأردن وجيشها تعبر أرضه، فهل سيتم إذن برخصة وطلب إسرائيليين؟ إذن لسوريا الحق أن تختار على من ترد، على صاحب الأمر والرخصة أم على منفذها. جربوا وستعلمون. غدا نسمع ماذا تتفقان أنت وأردوغان في تنفيذ طلبات حمد. بئس المال والنفوس الوضيعة كم تذل شعوبا عريقة ودولا كبرى. ربما لم نعرف مثل اليوم معنى المثل العربي القديم: احذر القافلة التي يجر فيها الكر الجمال. حرام مصر، والله حرام.